في العنبر عاقلين. برا العنبر بقوا مجانين. مجانين عاقلين. عاقلين. مجانين. مجانين عاقلين. عاقلين. مجانين. مجانين 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 عاقلين. ياللي تفكر تعقل اشرب دمع عيونك بالشاليمو، بالسفنجة امسح واعصر نقطة بنقطة العقل يتوب. المجانين عاقلين في حياتنا ولا حياتنا بقت مجانين؟ قاموا شالوا حطوا قالوا المجانين اصلا عاقلين. عقلي وعقلك يوم ما تقابلوا قالوا مقابلة مين مع مين؟ مين مع مين؟ عقل جن جنونه اتجنن قال راح افلسع من العقلين. والمجنون بعقله اتجمد قال مش هعقل ولا ليومين. عم نجيب سيد العقلين حكى حدوته للمجانين. العقلين يعني احنا وهما، والمجانين دول ناس تانيين. ناس تانيين. هما واحنا كمان مجانين او يمكن مجانين عاقلين. ده المجانين عاقلين في حياتنا ولا حياتنا بقت مجانين؟ كلنا ماشي يكلم نفسه، كلنا رد بنفسه لنفسه. ياللي تفكر تعقل اشرب دمع عيونك بالشاليمو، بالسفنجة امسح واعصر نقطة بنقطة العقل يتوب. تعمل فيها ايه؟ الله 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 عايز دماغي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. عايز دماغي يعمل فيها ايه؟ سلامة دماغك يا أستاذ، عندك واحد ده شكله كان بيحلم. أنا بريف يا أستاذ عراف. هاي المشهد عندنا بعض في البقية. البقية؟ البقية باتي. باتي يا جلال. أنا زهقت. وأنا زهقت. عايزة أمثل قبل ما أنام. ما تكتب المسرحية بقى وتخلصنا يا أستاذ نجيب. اكتب المسرحية بقى وخلصنا يا أستاذ نجيب. ما بعرفش أعرف. يا حلاوة. ما تكتب المسرحية بقى يا أستاذ نجيب. لما الدكتورة ليلى تيجي هتعلمنا ازاي نكتب. يا وحاشي. لما الدكتورة ليلى تيجي هتعلمنا ازاي نكتب. بوبو بوبو الكلام يطلع من بوبو. كلام طلع منين يا أستاذ نجيب؟ عنك انت يا استاذ نجيب. ياسين هيتجوز بهية، وبهية هتتجوز ياسين، ويعيشوا في تباهي ويخلفوا سكرا ونبات. لا لا وتموت بهية على شط السرعة وقت الغروب. يا عم انت غاوي نفسك ليه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. سيبوهم يموتوا بعض. مين الحب؟ منين يا أضحي؟ مين الحب؟ منين يا أضحي؟ مين الحب؟ رايقة موسى لشايف لشاراكي. يا ابن بسوني يا مكياف فجور.
يا ابني بسوني يا مجيء موجود. والله ايه والله انا ساقي. ما تشد فيه. الجاموسة كالتها السوسة. لا مش هينفع. المسرحية لازم تتكتب من الآخر أحسن. مرسوم على كفي تتأجل الأحلام. وقت حاسة الحيطان ليها ودان. ويموت ياسين مرة أخرى عند المقام المهجور. ارجع يا مجنون. ياسين لا يمكن يموت. ياسين هو الأمن. ده هي لا يمكن تقف في جنيه ياسين يموت. وأنت مالك أنت؟ ده هي دي مراتي وأنا حارب فيها. لا هي دي مش مرتك لوحدك يا رب. هي دي مراتنا كلنا. قول اتكلم. انت تعرف عنها ايه؟ قول اتكلم. انت تعرف عنها ايه؟ قول اتكلم. انت تعرف عنها ايه؟ قول اتكلم. مش انا يا باشا، ده هما اللي بيقولوا. وانت تعرف عنها ايه؟ قول اتكلم. سيبوني يا باشا، انا بعرف الحاجات دي كويس. عاوز اعرف فين بهية، نفسي فيها من زمان. انت يا شيخ الغلط. لا لسه بدري. المشهد ده في اخر المسرحيه. هو انت راضي تكتبها من الاول عشان تكتبها من الاخر؟ ها؟ انت راضي تكتبها من الاول عشان تكتبها من الاخر؟ انت كده يا منتهى علينا. اولاد الحلال هاتوا لنا ليلى هنا ايه يا اولاد الحلال بهية ضاعت مننا. هات العواقب سليم. ربنا يحل القلوب يا ولاد بسيون. بعد الاطلاع على ملفات القضية قررت المحكمة بتاعتي ما هو آتي. أولا الحاج أنا بسيون طول بعوضين وتعيين ولادي وصاير علي. لا ولا طالب رايح فين يلا؟ بالاعدام ولا عميدة مراتي ربي وبيجز صنع. وبعد الجزم. لا مش عايزه اموت في الجسم. صلى عليك صلى عليك صلى عليك صلى عليك. انا الدور علينا انتوا جالي. اللي هيعلي حسه هشرح. حطوا عليا مش همثل معاكوا تاني. تمام يا ريسة، ده انتوا قصدي نديهم الطريق يا ريس. رجاله انت على جنب لما تشوف حكايه الورق ده ايه. ايوه الغول. جبتني العشب كنسوني. انا عليها بص والله بعدين العينين المهمتين فالموت يسكن عمر. هتجيب الورق ولا اوديك للكهربائي يظبطك؟ صلى عليك صلى عليك صلى عليك صلى عليك. اتفضل انت يا اختبولي وانا هتولى المهمة دي بنفسي. رجب صلى عليك صلى عليك صلى عليك. لا بد لليل ان ينجلي ولا بد للكيد مفيش حاجه هتتكسر من محكمه كده حبيبي. عملت ايه ولا كنت عليا ما بيردش ليه؟ لكن يا ريس رد ما يروح مننا فين؟ والله يا رجاله صلى عليك صلى عليك صلى عليك. بيقول يا رجاله لقد تلقيت امرا من ضميري ان اموت في نهايه المسرحيه. ارجوك اديني الورقه عشان اكتب ان انا مجنون. عايز الورق؟ خد الورق. صل عليه صل عليه خد الورق. صل عليه صل عليه خد الورق. صل عليه صل عليه ويل لي صل عليه صل عليه سوف ترجموا للكلمات الشريفه. صل عليه صل عليه. بهية فلتشهدي يا بهية انني اقبل بالذل لاجلك وحدك. بهية وفي
ريتني مشيت لكني واقفه وراهم. ايه ده؟ عارفين يقولوا ازاي ولاد المجانين دول؟ حافظينه صم يا باشا. حافظينه؟ يعني بقوا عاقلين لدرجه ان هم يحفظوه؟ الدكتوره ليلى يا باشا هي اللي غلط ولا اللي بيحصل؟ امشي غير مجالي حالا. يعني رقص وغنى وتمثيل وتأليف والمادة في حالة تقدم واحنا قاعدين في بيوتنا نقشر بصل وسايبانا متخدرة الدكتورة العبقرية ليلى قالب بتاع سيكو سيكو. دي ماما. دي ماما. لو مش مقدرة كنت المهمة اللي انا كلفتي بيها يبقى اشوف حد غيرك قبل المستشفى كله ونظبط بيها نهار. يا غول. ايوه دكتوره عبله ابني مش فايت. انت اللي تفتني يا غول. اصلا ازيك يا اصلا انتوا هنا يا شياطين وانا قاعده انتظركم من يوميها. فين الهباب اللي خرجتوا من النوم؟ اتفقت ردوا جو اوان وانت سايباهم يقولوا حاجه. يا عمري سعادتك يا دكتوره. انا خدام انا تحت امرك. ايوه لفيني وشطفيني. حاضر لفيني والوزير العم على عيني. حاضر. وانت عايزه تقولي ايه من الاول كده عشان نفهم؟ فين القرنبيط؟ نعم يا اختي. طب فين السبانخ والبتشنجان والملوخيه والباميه والقوطه؟ سبانخ وبتشنجان في المستشفى. رجلك لو سمحتي. اركني انت على جنب افهمك بعدين. انتوا يا حراميين. يا دكتوره والله العظيم دكتور حضرتك بالجد يوم حضرتك اخدتيهم. وعملت ايه بنتي؟ انت هتستبخيني؟ ماما انت دخلت عليك عم الحليب وهي ناجي معلقه العيال اسمها امينه من رجلها في السقف وبتاكلها قرنبيط نايم وبتجمع درنشات وانت ازاي هتفهمي؟ يا اغبياء يا اسرار علميه هتسيحوني. ايه اللي بيحصل في المستشفى ده؟ درنشات وتتبعني مع العيانين ازاي؟ ده بحث علمي. علمي؟ امال علمك انت؟ امشي اهو اشتري لي اكبر قرنبيطه في السوق تعالوا لي حالا. وسبت السك خد. ايوه اشتري لي قرنبيطه وانا اخد طلبه. حاضر الاثنين مهاريش. ماليش. ممكن تفهميني ايه التهريج اللي بتعمليه في المستشفى ده؟ ما اسمحلكيش تسمي ابحاثك العلميه تهريج. بقول لك ايه انا مش مستغنيه عن الربعين اللي فاضلين في المجال عشان اسمعك. ارحميني من ابحاثك وارحمي المرضى. انا لازم اعمل الدكتوراه بتاعتي السنه دي. ايه بقى؟ هتعملي ازاي دكتوراه في الماجستير؟ تبقى الدكتوره ليلى عامله دكتوراه في السايكودراما وانت عايزه تعمليها في القرنبيط والسبانخ. ما تجيبليش سيرتها. انا بكرهها وبكرهها وبكرهها وبكرهها. بطلي تنام بقى وركزي معايا. المرضى بتوعها اصبحوا بيفكروا ويحفظوا ويألفوا ادوار. عارفه الست اللي اسمه نجيب ده بقى عنده القدره يرتب افكار ويرسم مشهد مسرحي وكله بالسايكودراما. وانت ناويه تعملي ايه؟ خلصيني. خدي انت. ما بعرفش ها؟ ما بعرفش انا من غير نضاره. ها؟ الوزاره بعتها لي ارشح دكتور لمؤتمر في انجلترا اروح انا ونبقى عايزه اشتري تيشيرتات اوفر سايز واشوف له صالات. انت هتركبي معايا ولا هوديك الكهرباء؟ حاضر. انا رشحت الدكتوره ليلى. نعم يا اختي. هدخل من وشنا ويمرضوا على العيانين بتوعها. الدكتوره ليلى الدكتوره ليلى ده. اتفضلي يا دكتوره ليلى. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. يا اهلا يا اهلا دكتوره نفسيه في البلد كلها. انت لو قلت للغول الممرضات يدخلوا عنبر بتاعي ورايا وفي ايه بس لما يدخلوا ينضفوا العنبر ويغسلوه؟ انا ما طلبت سبب. اي تغيير او حركه في لون المرايات بيسبب انتكاسه نفسيه للمرضى. للدرجه دي المرضى بتوعك حساسين يا دكتوره ليلى؟ انت هنا ايه حكايه القرنبيط والسبانخ؟ وانتي ايش فاهمك في التيمه الشعبيه اللي اخترتها للرساله بتاعتك؟ ايوه التيمه الشعبيه. عمرك ما سمعت حد بيقول لك على قرايبك وخروج السبانخ والناس دي قرنبيط خالص؟ تفتكري ده بالفراغ؟ انتوا فاهمين بتقولوا ايه؟ لا. لما تخلصوا كلام ابعتي لي الغول على عنبر النسوان. نسوان؟ ارجوكي تفهميني اذا ما كانش عشانها فعشان المرضى اللي اتضرروا فيني. سيبك منها. انا بعتلك انا اشوف بعض الامور اللي مخصصه العنبر بتاعي. طبعا انا ملاحظه التقدم الملحوظ في حد المرضى لكن رقص وغنى ده في شيء من المبالغه التي لا تليق بمقام طبي زي هنا. طب ما تخليكي صريحه معايا. حط بقى المسرحيه في الصباح ده زي ما توقعت نظام رقابه يعني. شوفي حضرتك المسرحيه دي مجرد رصاص فعال نازل عندي في العنبر. اكيد لكن الخطير في الامر يا دكتوره ان ده كان رجل مسرح يعني عنده القدره يبني كلمات ومعاني ينشر بيها مبادئ في المستشفى. وهنا بقى يجي دور عشان اسمح او اسمح بعد ما اقرا النص طبعا. صدقيني مش هتفهمي حاجه لان دي اسرار ما عندي ما اقدرش. اديني المسرحيه. كلميني بالاسلوب ده. انا اسفه اديني المسرحيه لو سمحتي. ما تبطلي لف ودوران. مش الغول اداكي الورق وانت معانا جاسوس علينا. انت شاطره قوي يا دكتوره. صدقيني مش هتفهمي حاجه لاني كتبت كل
كل تعليقاتي بمصطلحات طبيه يا باشمهندسه عن اذنك. ايه باشمهندسه مش زي ايه انت مش صنايعه قسم زخرفه برضه؟ يا لهوي صنايع قسم زخرفه؟ ايه الكلام ده؟ كاتباها بالهيروغليفي ده ولا ايه؟ انت متاكده ان انت كاتباها بالعربي؟ نجيب كتبها بالمقلوب من الشمال يمين، ومش هتفهمي حاجه الا لو انت قدام المرايه وحاولي تفهمي، والمسرحيه هتتعمل واحتمال غصب عني، لان دي مجلات علميه عالميه منتظره نتائج بحث، وهدعيهم لما اكمل شغلي عن اذنك. مجلات علميه وهتدعيهم يحضروا؟ ماشي يا ست البنات، كل دمعه وليها منديل. يا كون انت يا زفت يا كون سعادتك يا دكتور. يا دكتور خلي بالك كلنا اسمعوني وركزوا معايا كويس قوي، احنا من دلوقتي في حاله طوارئ. كانت الشمس تصبح الأفق قدما قبل المغيب، ومن الآفاق عادت لبعوض تزحم الأبراج أسراب الحمام. يومها نامت بهوت في الصحراء. هكذا تبدو الليالي في بهوت بسواد القبر ما لم ينقذ الناس القمر. ما بتكملش المسرحيه ليه نجيب؟ خايف من الغوف. ان قلت كلمه اياك تخاف، وان خفت يبقى الموت سكوت. بهوت بلد القمح والطاغوت. مين هيلحق ابحرها قبل الطوفان؟ ياسين. مين هيعمل دور ياسين؟ نجيب خليك معايا. ياسين انت ابن عمي. قول يا ياسين. قول يا نجيب. قلمي عقلي قلبي كل الافكار تنطق في راسي بدون صوت. قول يا نجيب، قول يا ابن بهوت. صوت الحق عالي. انا في بهوت. غابت الشمس ونامت ظلمة القبر على كل البيوت. هكذا تبدو الليالي في بهوت بسواد القبر ما لم ينقذ الناس القمر. كان ياسين عجيرا من بهوت، كان جدع من عروق الأرض من أرض بهوت. كان مثل الخبز أصل فارق العود كنخلة وعريض من كبين كالجمل. له شارب صبر يضغط الصقر عليه. غابة تفرش صدر تشبه الصمت الذي يحرس غيره. ولم يكن بين الصبايا في بهوت مثل العين، فهي كالتينة في الغصن طريق، وندية وشهية. كانت مثل كوب حليب في صباح بارد من شهر طويل. المهم كان ياسين يا حلو يا بهية كشمير حزامك غلب الحبات. ضحكت بهية وقالت والنبي حباه. محلاك يا قمر ساعة تطل من الشباك، تلقى الغلابة قاعدين صفين والعيون ورا الجفون مستنياك. انت تفرح يا ابن عمي. لما تفرج يا بهية. انت تفرج يا ابن عمي. لما يفرجها الكريم. يا كريم. هو كريم ولا نجيب ولا مين؟ يعني اخيرا اخترعت اسلوب السيف والدراما وجاي بيساعد. وانا لما قريت المسرحيه قررت اعمل دور بهية. لا حاجة كنت انت بهية يا وجع برافو. بهية زي مش أنا ببدأ. لا دي مش بهية، دي حبيبة مراتي. حبيبه مين يلا العب بعيد. يلا اعمل دور غدارية، وانت اعمل دور شيخ الغفر، وانت كمان غفير، وانت غفير زراعة الباشا اليمين. أفندم تحت أمر سعادتك. أفندم الحيوان. بس مين الباشا؟ ايه مش مالي عينك ولا ايه؟ باشا زي مش أنا ببدأ. وانا يا دكتورة اعملي لي مرات اي حد كده مقطعة نفسي اتجوز واخلف بقى. تتجوزي زي مش أنا ببدأ. هتعملي دور ام بهية، وبكده يعني كيف تكون طلع دور بهية كمان، وانت كملها للنهاية. والله خايف يا بهية خايف؟ هتنهي يا شاع. يلا الدور بقى ده انا بنفسي معاكم. بقول لكم ايه؟ احنا لازم نكون ملمين المنهج اللي انا عاملاه معاهم، يعني ببساطه كده هنوازن بين مشاكلهم الشخصيه وتشابه ادوارهم في المسرحيه. يعني مثلا عم بسيم في اصل اولاد حجروا عليه
بنلعب ده معانا. يعني ببساطه كده هنوازن بين مشاكلهم الشخصيه وتشابه ادوارهم في المسرحيه. يعني مثلا عم بسيوني في قصر اولاده حجروا عليه وبيعوا في الارض هيعمل ابو بهيه اللي بنته وارضه بتتاخد منه، ونجيب هيعمل دور ياسين اللي حبيبته اتاخدت منه. بهيه في الدلاله هي الوطن. مفهوم يا دكتور، يعني هتعملي بالمسرحيه خط موازي لحاله كل مريض، يعني كاننا بنقول له اللي حصل لك ده شيء وارد يحصل. بالظبط كده، وبالتالي مش هيسبب له اي انهيار نفسي زي اللي حصل له. طيب مش خايفه يا دكتوره لحسن حد منهم يندمج ويدخل في حكايته الاصليه؟ انا كنت خايفه منهم، وساعتها يجي دورنا ونوصله على الاندماج، والا تكون الكناسه مرعبه. بهية انا اجيب انا اللي هقولك في النهايه. مش مهم، مش هبطلنا انا الاول. هقولك ازاي مش انا بالذات. يلا نكمل، جاهزين؟ جاهزين. بهون بلد القمح والطاغوت. الى بيت بهيه، منزل فقير كمنازل بهون، حيث الفقر والسكوت. ماما يما شفت حلم غريب. خير يا بنتي، شفتني ايه؟ راكبه مركب ماشيه يما في بحر واسع، والمراكبي ابن عمي ماسك الدفه ومتعصب بشال. شاله احمر يما خالص، لونه من لون الطماطم. جت حمامه بيضه خالص زي كبشة في راسه وحب، ويا دوب البر لاح. قال له الحكايه قولي زي غول مسعود بيقول تقلب المركب والاقي نفسي بين الموت بصر. يا ابن عمي، يا ابن عمي. قالوا هو ماشي فوق الموت بيضحك وفوق راس الحمامه برضه واقف. يا ابن عمي، يا ابن عمي راح لفين؟ راح للمقام المعبور وخش جوه الضلمه يما، وانا واقفه نادي لما احس مني راح. حلم جميل وعالي. خايفه يما منه موت. ليه ده متفسر بنفسك؟ شايفه نفسك راكبه مركب والمراكب ابن عمك، يعني تختروان واخدك يا عروسه للعريس. والحمامه البيضه والطرحه. الحمامه البيضه والطرحه يعني فرحه. طيب انت بتبقى كشه ليلتها خالص. كنت خايفه. والعريس طبعا بيضحك. والله ما في حلم اكبر من كده. اسكتي يا بنت ابوكي جاي، اسكتي يا بنت. يا اهلا وسهلا يا ابو بهيه. ايه ده؟ مالك حاسين كده ليه يا راجل؟ ايه البوز دي؟ ابو بهية ايه؟ ابو بهية ايه؟ اللي بسيوني طول بعوضين. ايوه يا بسيوني، انت بسيوني بتمثل دور ابو بهيه. بتمثل ايه؟ بتمثل بيمثل ايه؟ بيمثل ايه؟ صبحي وحسن وحسين وولادي هجروا عليا وبيعوني ارضي. عم بسيوني خليك معايا يا عم بسيوني. اللي يبيع الارض يبيع الارض يخسر دنيا واخره. انت دلوقتي ابو بهيه وعم ياسين. لا مش ابو بهية ولا عم ياسين. لا انا مسؤول طول بعوضين. انا مسؤول طول بعوضين. أنا مش مجنون، أنا مش مجنون، أنا فاكر كل حاجة. كنت قاعد في الدار. مالك يا مسيوني؟ هم أولادك لسه ما جوش؟ ما تشوف عايزين إيه ومشي المركب يا أبو الدكتور. هيجوا عبد موت وولادي ممكن يستغنوا عني. وصبحي وحسن وحسين. نجيب، قوم يا نجيب، قوم مثل دور حسين. أنا ما ينفعش. أنا ياسين، أنا المؤلف. أنا ما ينفعش. اخلص يا نجيب، مثل دور حسين انت بسيوني. وانت يلا مثل دور صبري. انا صبحي. يلا مثل دور صبري. حاضر. وانت يلا مثل دور حسن. يلا 3 2 1 كيلو. لا يا حبايبي، مشوني يا حبايبي. مش قلت لك يا عم مولى ولادي ممكن يستغنوا عني ابدا. حب عليا ابوك عم مولى يا دكتور وفيده زي زمان. لا انت حكم نسيني يا مسيوني، ده خبر بعيد عنك. وبعدين في الكلام ده يا بابا. بابا اسمها ابويا يا واد. طب اسيبك مع ولادك انا يا مسيوني. ده البابا جاي يا بابا. خير يا ولد مسيوني، ده حاجه صعبه عليك. كلمة صبحي المحامي بتاعنا. المسألة عايزة محامي. الفلاحة شاء عليك وأنا الأوان ترتاح. الفلاحة طول عمرها شقة يا ولد مسيوني، وهي اللي كبرت. لازم تحصد ثمرة عرق طول السنين يا بابا. حصدت ثمرة شقاية وما حسدوني عليك. دكتور ومهندس ومحامي. أنت يلزمك تعيش في شقة نظيفة بعيد عن التلوث اللي هنا. ليه يا ولد مسيوني؟ ما انتوا عارفين البيوت خطر. بس أنت توقف. ولاحي يا ولد مسيوني، لازم تبيع الأرض. الحضار اخرج يا ولد مسيوني. عايز أفتح حياتي، عايز أفتح مكتب محاماة، وأنا عايز أفتح مكتب هندسة. وما بعتش يا ولد مسيوني.
رجلي طلعني شهادة وفاة من غير معاد، بس قلبي راضي عنه، قلبي راضي عنه. قول يا قلبي انت العاجل اللي فيهم، جيت في يوم زعلتكم. وقول يا صبحي وقول يا حازم، قولوا حاجة لبسيوني أمانة، لبسيوني قولوا القاضي ده كان راجل طيب، أمانة قولوا له الشقايق وتعب ما كانش في الفاضي، قولوا له مش هبيع، قولوا له مش راضي، خلوني أعيش وأموت وأني قلبي عنكم راضي. حكمت المحكمة بالحكم على مسيوني ضد عوضين وتعيين ولاده وصايا عليه ويقف عند الكلسة. مسيوني بعرضه يا ولاد وطلوع وعرضه. مسيوني طلع عليه، مسيوني طلع عليه، مسيوني بعرضه. الحاج مسيوني لا. الجنة يا بلد. لازم يسافر ويرجع لحميد مراته، ولا انا حميد مراته، ولا انا غريب جوز حميد مراتي، ولا انا مين؟ هنعمل ايه؟ تكتب عليا. أنا ما كتبتش المشهد ده. انا من رايي نديهم مهدئ او نوديهم كهرباء. لا ما تسمعيش كلامها يا دكتورة ليلى، احنا كده هنموت. الدنيا على فين؟ انا عارف هياخدوك على فين، بس انا مش هسكت. انا صورت كل حاجه. اخرس يلا. انا محدش يقدر يخلصني. انا معايا مستندات كتير. اللي بيحصل ده جريمه ضد حقوق الانسان. اشمعنى خاطر تسمع ولا لا؟ بتخرب بكل ايه؟ انا مش بخرب، دي حقيقه وفي دليل. ايه الدليل؟ الصور هي الدليل. انا مش هسكت يا نجيب. تحت القلعه سر خطير، تحت القلعه بير. حبيب لا في سر خطير تحت القلعه، سر خطير تحت القلعه، مرضى كتير شالوا عملهم، حرقوا حياتهم، قالوا عليهم دول مجانين. دول احنا ولا دول مين؟ دول احنا مجانين؟ لا احنا مش مجانين. انا مش مجانين، انا معايا مستندات كتير. تحت القلعه سر خطير، تحت القلعه بيه عاقل جن جنون واتجنن ناس، راح فلس اعملها عليه. شالوا وحطوا، حبسوا وغطوا تحت القلعه وجوه البيت. تحت القلعه سر خطير، تحت القلعه وجوه البيت. انسى منصور وسافر، محدش هينفعك، لا حميدة مراتي ولا حتى عبيد. انسى ايه؟ دي تبقى كارثه. القلعه لازم تتهد، يمكن بنهايتها تفوق احلامنا. مفيش حاجه هتتهد. المستشفى مبنيه فوق بقايا احلامكم من زمان ومستحيل تتهد. لا لازم تتهد، القلعه لازم تتهد. لا منصور، انا ما كتبتش الموقف الدرامي ده يا منصور. الموقف اصعب من اي موقف. دي احلام هدوها بالكهرباء وبنوا احلام القلعه. تحت القلعه بيه. فوق يا منصور مفيش حاجه هتتهد، وانتوا واقفين تتفرجوا. خدوا منصور ومسؤول يا الكهرباء. انتوا ساكتين ليه؟ شايفين اللي بيجروا ساكتين؟ حاولوا تفهموا مرة واحدة في عمركم يا أصحاب العلوم البيضاء. ليس هذا الزمان زمانكم، وليس هذا الوقت وقتكم. موتوا اصحاب القلوب البيضاء. موتوا أصحاب القلوب البيضاء. ما بقاش ينفع الكلام. احنا بقينا في نظرهم مجانين، مجرد مجانين. انا مش مجنون يا حميد عشان اسافر. لازم تسافر يا راجل، ده احنا بقينا عيلة الجيران، سافر بقى روح اللي عندك.
لا لا لا، انا ما كنتش كده، انا ما كنتش كده. انتوا مجانين، انتوا مجانين مجانين بيتفرجوا بيتسالوا بيكم. انت اكتب واقول تاني يا عم بقى. كلنا كلام ينفع، كلام يشفي كلامي لحد ما بقى مصيري معاك وانا في العباسيه. احنا مش في العباسيه، دي بابات اللي احنا فيها. يا مرارة عليك يا مهون. الحقيقة يا دكتورة ليلى، المجانين التانيين على ايه؟ انت بتكتبي ايه؟ ده وقته؟ بشوف من اول واحد اتسرب بتركيزه ورفض يكمل علاج التشخيص، وبرجع ادرس كل حاله وخص كل مريض. يلا بينا فين؟ هنوديهم الكهرباء ولا هنروح احنا؟ لا ولا كهرباء ولا حاجه، سيبهم هما ياخدوا لوحدهم. يلا بينا يا دكتورة استني بس، اسمعيني يا دكتورة. أخيرا وقعتوا في إيدي يا شوية مجانين. يا دكتورة ليلى. انت بقى تعالى يا سناجيب، انت بالذات لك حساب مختلف عنه يا زعيم التنظيم. خلي دكتورة ليلى تتفرج. أعطيني مجرد من ذلك السن الفتاة، وسأعطيك ما تبقى في حياتي من سنين، ولكن إياك أن ترفضي اسمها، اسم بهية. أنت فاكر نفسك في الأوبرا؟ يا مهوب حتما سوف أنتق الحجر مع صوت وتنتحر الخيول. دقوا الطبول حتما. سأنتق الحجر مع صوت وتنتحر الخيول. كثير الأطفال ذات يوم اقتباسك الطيبين، لا تخافوا يا أطفال، سأطفئ نيران الحقد في قلوب الحاقدين. حتما سيسقط الحجر الأصفر وتلتقي الأحلام والآمال والأبرياء الآمنين. يوما سأهدم القلاع العابسة بأحلام الحنين، يوما سأذبح الآلام والشجون والأنين. يوما سينبت النور من أفق الظلام لينير طريق الصادقين. يوما تعود يا بهية ويعود إليك يوما يا يا بهية. هي كانت قصة تانية ولا نفس القصة هي؟ مين تكوني يا بهية؟ انت حلم لدنيا تانية يا بهية يا بهية. يا بهية فين عيونك؟ ربي من الأحزان يصوني. كلنا في الأصل انتي، وانتي في التاريخ مكانتي. قصتك قصة حياتنا ولا كانت ضوء نجاتنا؟ يا بهية يا بهية في قصة تانية ولا نفس القصة هي؟ طبعا لازم الدنيا فاكرة عشان بعتمد على أغبياء متخلفين. من فضلك أنا عندك إخلاصي خالص. اتفضلي اكتبي في الورقة دي استقالتك حالا. نعم، أنت هتصطادي في المية عكرة ولا إيه؟ حاولي تفهميني عشان نعرف نلم الدور. إحنا هنمثل إنك لما عرفتي حالة نزيف والمرضى زعلت لدرجة إنك جاية تتخانقي معايا وتقدمي استقالتك احتجاجا على اللي حصل للمرضى في غيابي. وتفتكري الفيلم ده ممكن يفتحها تتكلم عليه ناوية تعمله؟ اكتبي انت وانا على قلبك يا باشمهندسة. يا بنت اكتبي يا باشمهندسة. يا بنت اكتبي. دكتورة ليلى دكتورة ليلى جت. دكتورة ليلى جت. يا لهوي دكتورة ليلى جت. يا لهوي دكتورة ليلى جت. عايزين نعمل لكم ايه؟ عايزة طبيعي عليها لازم تقولوا مش شايفة كده يا بنت. يا بنت يا بنت دي ولا ايه؟ يا بنت دي. روحي يا بنت وانت يا بنت دي ولا ايه؟ اي حاجة بتقول روحي مش ده روحي مش ده. يا لهوي دكتورة ليلى جت. خلاص لسه. يا لهوي دكتورة ليلى جت. خلاص لسه. يا لهوي دكتورة ليلى جت. دكتورة ليلى جت.
وفيها كل الاسباب العلميه والعمليه. اللي حصل ده لا يمكن يحصل، واللي حصل حظيره لتثبيت المواشي. ارجوك يا دكتور اتخذ اي اجراء وانا معاكي فيه. هدي نفسك يا دكتوره. الو. ايوه يا ابني اديني الشؤون القانونيه. انا المدير يا اخويا. الموقف اكبر من الشؤون القانونيه يا فندم. هدي نفسك يا دكتوره. عارفه زميلتك لما عرفت باللي حصل قدمت استقالتها طبعا. الو 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 الو. ايوه يا محفوظ الغول بيتحول للتحقيق. كده وكده يا رجل، كده وكده يا اخوي. ايوه يا اخوي انا اللي حولتها عندك منع. والله العظيم يا ريتا اخرسي. اتفضلي سلمي حضرتك وزوجتك حالا. امشي غير من قدامي. انا بقالي كده قلت نعملي كده. اتفضلي اقطعي لي هنا. انا هنزل من هنا على النقابه والوزاره وهكتب تقرير عن اللي حصل. انتوا غيروا مناعه على برنامج العلاج بالسايكودراما اللي تعبنا فيه لحد النهارده. هدي نفسك يا دكتور عبد. وده دكتور ارتبط حاله المرضى اللي بتحصلهم وخصوصا نجيب. عظيم ده ملف هنا هضم الملف الواحد. نجيب في العنايه المركزه يا فندم، واسمحي لي لو ما خدتش اي اجراء هقدم بلاغ للنيابه. نيابه نيابه مين يا دكتور؟ انا هكون اشد قسوه عليهم من النيابه. واسمحي لي اعتبر مشروع السايكودراما ده مشروعي انا شخصيا. حقيقي مش عارفه اقول لك ايه يا دكتور عادل، موقفك متصل بكل الدفاعات. ارجوك يا دكتوره ثقه في رسولك على الرجال. اتفضلي اقري الورقه. ايه ده؟ ما اظنش الوقت يناسب الدكتوره ليلى لحاجه زي دي. طبعا ما اقدرش اسيب المرضى بعد اللي حصل لهم في حاله زي دي. طبعا مؤتمر في انجلترا بنقريه هياخد له اسبوعين. صعب تضحي بوقتك مع المرضى. بس للاسف يا دكتور لو ما حضرتيش برنامج العلاج بالسايكودراما هيخسر كتير. ايه اللي هيخسر يا عم؟ دكتوره واضح انك ما قريتيش الورقه للاخر. دوره المؤتمر السنه دي بتقول هتقدم السايكودراما بديلا للسايكوثيرابي. مش ممكن، دي مفاجاه فعلا. والله يا جماعه لو شايفين ان خبرتك كمساعده للدكتوره ليلى تسمح لي ان اشارك مكانها في المؤتمر انا مستعده ان اشارك. اذا اخذتم برايي فالدكتوره ليلى تسافر وتعمل برنامج العلاج. واظن دي هتبقى مفاجاه المؤتمر ولا ايه يا دكتوره ليلى؟ طبعا فرصه زي دي مش ممكن تتكرر، لكن المرضى هتوصيني على مشروعنا يا دكتوره ليلى؟ اتفضلي تكتبي. انا موافقه، بس ادوني فرصه امهد المرضى واسيبهم امانه بايديك. طبعا الاوراق جاهزه وسافر بكره. اتفضلي مع السلامه. هحصلك على العنبر الثالث نكمل برنامجنا. اسمعي بقى يا ستي هنعمل ايه بالمره بتوع العنبر الثالث؟ القلعة تصير خطير. أنا صورت كل حاجة، هقول لكل الناس القلعة لازم تتهد. منصور انت صدارك المسرحية؟ نجيب بيموت البطل في النهاية. يا ترى هي دي الحقيقة؟ الحقيقة مرة وأكبر من الكلام اللي اتكتب في كتير، واللي شافها ما صواب. لما قلت لا ودوني العباسية. احنا مش في العباسية، دي بقول اللي احنا فيها. قول يا نجيب خليكم معايا كلكم، قول لي بقى هي هتهرب ليه؟ ماشي بعد الأخبار ياخدوا كده عارف. مثلي بهية. لكن انت بهية، انت أحسن من بهية. يا ناس ده يا بهية، أنا قلت لو هي مش هيسكت. طب أهرب. دي فضيحة، دي جثة في البلد. بس أهرب وصول وسلك واحنا أبويا الثلاثية. لا لازم تهربي. ويوم ما هتقعد يا بهية، يوم ما هيرجع يا سيدي. ارجعي تاني يا بهية. أنا بهية؟ انت أحسن من بهية. انت بتدي للكلام اللي بكتبه روح ومعنى. بيبقى احسن مما كتبته بكتير. انا هكمل المسرحيه عشان انا بحب بهية. ما تخافوش، دي دكتورة عاملة وهتمثل معانا. مساء الخير يا دكتوره انت فرقتك الموهوبه. عربيه الوزاره بره مستنياكي عشان السفر. حد يقول كده؟ اتفضلوا أنا جاية حالا. ما تتاخريش ورايا يا رجاله. سيبيني سافري. جوليان هترحلين؟ نجيب أنا مش هغيب. ما تسافريش يا بهية، أحسن يجرالك اللي جرالي من ورا ظهري. دي مؤامرة يا بهية. سيبيني نعيد سيبيني. صدقوني أنا مسافرة عشان مش هغيب. احنا بعنا خلاص. لحظة واحدة اسمعوني.
المرضى. قدامنا من النهارده 14 يوم تنفذوا اللي هنأمركم بيه، ما يزوق الا هيوديكم طريق واحد هناك مشيناه هروب ونجاة، طريق واحد مصير واحد. يا بكرة ليه تقسى كده على القلوب المجهدة؟ كنا هنا رفضوا وجودنا، رحنا هنا رفضوا أملنا، وبقينا نحلم بيوم واليوم ده برضه رافض أملنا. كرمت وفرطت فيها، انما شرفي لا. شرفي يا مجنون، العب بعيد. غريب هو ايه اللي بيحصل قدامي ده؟ سيبك من الفيلم وكملي مسرحيه. الى المشهد التالي، الى بيت بهية حيث العبط والعبور. لو نسافر يا ياسين، لو نسافر. فين نروح؟ لو نروح بعيد 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 عن عين الشمس وقت العبهور. انت ما بتحبيش بهون؟ ومين يحب العبرة؟ عربة؟ ولا عنقبات على الاقل العبرة بتصير بس. اذا يحصل
فاضل ايه فيها يا نخل؟ فاضل ايه غير الكفن؟ ما تلاقينا حتى ساعة الموت كفن. بس برضه هي منا واحنا منا. انت صايله القلب فيها يا بهية. انت يا شيخ الغفر. تدور يا باشا. قدامك يا باشا. مين دي يا بهية؟ دي بهية. دي بهية اسمها غاية في اللذاذ ونهاية في الطعام. ليه ما لا تستخدم في الكسرة ما هي؟ لغمة الباشا جامد هكذا الباشا أراه. فجأة. تعديلي عند المقام. المعقول. مين على المقام؟ ستوب. نجيب ايه اللي بيحصل قدامي ده؟ انا ما كتبتش الكلام ده. الكلام ده كده. انا ما كتبتش الكلام ده. انا ما كتبتش الكلام ده. انا ما كتبتش الكلام ده. فهي اشرف من انها تسلم او تستسلم. فهي علمتنا نموت ونقاوم وندفن زي ما دفن الكروان. يا صراخ الكروان. يا ضياع الكروان. كيف يحفر الصغار حفرة للكروان؟ يا ضياع الكروان بعدك يا بهية. ياسين ياسين جدل. ياسين جدل. نجيب نجيب الجهدان. نجيب يا نهار اسود فوق يا نجيب عبد الحقيقي. انا ماليش دعوه انت اللي قلت الكلب تكمل ايه كنت واقع من طول طب ساكت. نجيب قوم يا نجيب احنا بنمثل. يا ضيعنا بعدك يا بهية. يا بهية. يا ضيعنا بعدك يا بهية. يا بهية. نجيب وسط التمثيل طب ساكت. انتوا ازاي وصل ليكوا الجهل انكم تاكلوا بتاع في المطبخ وتستاهلوا ضمانهم واحلامهم؟ قلنا لك تمثيل. تمثيل بالنص المتكعبل ده. قوم يا نجيب شطبنا. اللي اتكتب بالمنشال من الشمال لليمين وقلت لك اي تجاوز اقل الانتكاسه والعدل وبقى دراسات تحولوها واقع. ياسين اتقتل في غيابك يا دكتورة ليلى. مش قلت لك يا للنعيم ما تسيبيناش؟ نجيب ياسين. ارجع لبهية يا نجيب. سامحيني يا بهية. مش هقدر اكمل معاك. لابس أبيض في أبيض بالخشين ولونه أحمر. هو ده تفسير منام. والفرح فرحنا يا ياسين. قوم يا ياسين ما تسيبنيش لوحدي. قوم فتح عينك فك الكفن. قوم يا ياسين. ابعد عن ظل ياسين. ابعد عن دول ياسين. اولاد المجانين يا دكتوره ليلى. نجيب انت اللي كتبت المسرحيه يعني تعرف فين نجيب؟ رد عليا لا تعرف فين ياسين؟ الحياة من غير ياسين فعلا مستحيل. مين اللي قتل ياسين؟ انا ميت يا بهية من سنين. مين اللي قتل بسيون؟ وقتلوا ليه؟ مين اللي قتل ياسين وقتلوا ليه؟ منكم لله يا ولاد بسيوني. تحت القلعة سر خطير. تحت القلعة مرضى كتير. شالوا أملهم حرقوا حياتهم وقالوا عليهم دول مجانين. دول احنا ولا دول مين؟ دول احنا مجانين. مين اللي قتل ياسين؟ بهية إن كان ذنبي أن حبك قاتلي فالموت لي واستغفري. لا ياسين يا نجيب بهية بس يقولي حقيقة مش شفت بقالي سنة خطيب حبسه ولا جوه البيت. غريب راجع من غربة والحق راجع. ربنا يحرق دماغكم يا ولاد بسيوني. والنجيب هيعيش في قلبي وهو قلبي ياسين. يا شمس طالعة من المغيب وقت الشروق تغرب هنا. يا حلم ضايع من الحبيب ظلمك غريب جابك هنا. جابك عشان تدفع حساب اللي اتظلم
ولا عشان تدفع كمان للي ظلم؟ واحد صحيح ولا كسور كسر البشر؟ شمس الغروب نورها يضلل في السهر. جابك عشان تدفع حساب اللي اتظلم، ولا عشان تدفع كمان للي ظلم؟ طال السفر يا سهرانين تحت الشجر، وسط الغروب جبنا منادي للقدر. صورة ضلمة تحكي فكرة تايهة من ظل القمر. عبد الرحمن